بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل. كل هذا الجمال هو الجمال المتوقع والمنتظر والطويل والشاق والمتعب الذي سنعيشه في هذه الليلة. شيمون مارتشينياك البولندي هو الذي يدير هذه المباراة المرتقب أن تكون مباراة كبيرة نتاع كبار. طبعا أنا أتوقع بأنه رايحين وقت إضافي ورايحين ركلات ترجيح. صارت تكون طويلة، يعني صارت تكون طويلة وإن شاء الله تكون ممتعة. أكيد ستكون مؤلمة لواحد من لعشاق على آخرين، وستكون سعيدة للبايرن أو للريال، الفريقان الكبيران العريقان المبدعان المتميزان أصحاب الألقاب الكثيرة أوروبيا ومحليا وعالميا، والنجوم الكبار عبر التاريخ. يكفي أنهما من نفس العمر تقريبا، واحد عمره 124 سنة هو البايرن والآخر 122 سنة. إذا فاز الريال الأمر عادي جدا، وإذا حد فاز باللقب الأمر عادي جدا، لأن هذه المسابقة صارت تسمى دوري الريال وليس دوري الأبطال. استرجعت من رودريجو مرة ثانية، يلعبها لشواميني رودريجو بينية بيلينغهام فينيسيوس يلعبها على الجهة اليمنى، كرة صعبة كارفاخال العرضية رائعة. كارفاخال ومندي يلحق من هنالك على الجهة اليسرى ويسترجعها مع توني كروس. أول كرة وأول استفزاز وأول ابتزاز وأول كرة صعبة لعناصر الريال. انهض، يقول لك الحكم يجود، انهض. لعبها مباشرة مع بافلوفيتش، مفاجأة توخيل. هاي الكرة موسيالا خطيرة هذه لقطة تدرس، لقطة ألمانية تدرس، رباعية في منتهى الروعة. جنابري كرة كانت بعيدة على ساني. هاي اللعبة 1-2. الكرة لا في منتهى الروعة. اللعبة هذه كرة لعبت من هنا، لعبت متفتجة كارفاخال خطيرة لا ضاعت كرة فينيسيوس. أول كرة وأول لعبة وأول لقطة، يا سلام. جونيور كرة تضرب في القائمة الأيمن وترجع، رجعت له فينيسيوس، ضربها وماريو نوير، كان في المكان المناسب وأنقذ البايرن. هاي الكرة اللي غلطت اللاعبين تاع البايرن، لعبوها الريال مباشرة. الكرة وصلت لفينيسيوس جونيور، رودريجو في الأول وكارفاخال. فيرموميندي على الجهة اليسرى، يهرب جود بيلينغهام، استلمها فينيسيوس جونيور. والكرة بعيدة من فينيسيوس جونيور على يسار الحارس مانويل نوير. راحت الكرة ضربة مرمى. ما زالت المبادرات من جانب الريال، ما زال البايرن يتحمل في هذا المباراة. هو كان متوقع هذا السيناريو، أن الريال يضغط، أن الريال يستحوذ، أن الريال يبادر. جيميش مع الوصاني يترجع عناصر الريال. خطيرة ناتشو. اللعبة ولا أروع من الوصاني. ناتشو ينقذ الريال، والهربة من فالفيردي على الجهة اليمنى لريال مدريد. الكرة من أنطونيو روديغير مرفوعة على القائمة الثانية. بيلينغهام أولالا انطلاقة من رودريجو فينيسيوس، التغطية من إريك داير من أنغان دوليخت. الكرة من يوشوا كيميش وصلت لكاين. في منتهى الروعة على الطائر. شوف كيف ضربها، لم تخرج بعيدة تماما، أخرجها العملاق أندري لونين. توني كروس كارفاخال يوصلها لفينيسيوس جونيور من هنالك على الجهة اليسرى. جونيور وشواميني. الكرة ضاعت والفرصة راحت. هاي الكرة وهاي اللعبة، عندما ترى كرات مثل هذه ولعبات مثل هذه تقول مستحيل الريال يسجل ما دام انه لم تدخل كرات مثل هذه. فينيسيوس جونيور، هاي صعبة جونيور ضيعتها. يا جونيور، كان عليك أن تصير سينيور في الكرة الماضية. جمال انطلق، راح الصغير موسيالا، ما زال عنده الكرة الآن، وصل لألفونسو ديفيز. هاي صعبة للبايرن. ديفيز صعبة الكرة. ديفيز خطيرة. رجعت لبافلوفي بين أحضان أندري لونين. كرة ألفونسو ديفيز لم تصل، والتسديدة من هنالك من نصير مزراوي، يضرب الكرة بيمناه بين أحضان أندري لونين.
مثلما يثقون في مثلما يستعيدون ثقتهم عندما يكون حارس رائع. الكرة ممتازة، خطيرة خطيرة خطيرة، رائعة من لايمير بحثا عن هاري كين. سقوط لاعب آخر في تشكيلة البايرن، هل هو جمال موسيالا؟ ها جمال موسيالا هنا في المراوغة ثم سقط، نهض ولا لا؟ لم يكن متسللا هاري كين في هذه اللعبة، ولكن لونين خرج بشكل رائع، سبق هاري كين وتمكن من إخراج هذه الكرة البعيدة. الوقت الرسمي انتهى، الوقت بدل الضائع أيضا انتهى. مارشينياك صفر نهاية الشوط 0-0، معركة كروية انتهى شوطها الأول وما زال طويل اللعب. البايرن 0 ريال مدريد 0. بسم الله الرحمن الرحيم. مجددا مشاهدينا الأفاضل أينما كنتم إلى ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد. هنالك مجريات الشوط الثاني من عمر النهائي قبل الأوان بين الريال والبايرن، بين العملاقين اللذين يحوزان لوحدهما على 20 لقب، 14 للريال و6 لبايرن ميونخ من دون تغيير على مستوى التشكيلتين. هرب الفونسو ديفيز من هنالك على الجهه اليسرى، راح الفونسو، راح الكندي الفونسو ديفيز مرعبهم ديفيس، دخوله قد يصنع الفارق. نعم الفونسو متحرر من العملية الدفاعية، هذا لا يعني بأنه لا يقوم بواجبه الدفاعي، لا، متحرر في لعبه الهجومي، خطير في كل مرة. أنا جمال موسيالا، لايمير، الفونسو ديفيس، هاري كين، ولوروا سانيه، ولوروا هرب، لوروا دخل، لوروا الملك، لوروا بالفرنسي معناها بالري الملك هو فينيسيوس جونيور، حلال عقد ريال مدريد. طرق بيلينغهام، وصل لفينيسيوس جونيور، ها اختارهم جونيور، فينيسيوس جونيور وبافلوفيتش. التغطية من ناتشو، الهربة من كين، هرب كين، راح كين، مازال كين دخل، كين التسديدة من كين، يلحق عليها مرة ثانية وفيرناند مندي يتفوق من دون خطأ. الحكم قريب يقول لك هذه كين. فينيسيوس، شوف المستفز، شوف وين رحنا من امام يوشوا كيميش، فينيسيوس جونيور فينيسيوس جونيور الاسمراني ساحر. فينيسيوس جونيور يفعل ما يشاء على الجهة اليمنى من امام يوشوا كيميش، يفعل ما يشاء في الكرة من امام يوشوا كيميش. الصد هنا كان من دوليخت وكذلك الحارس مانويل نوير. توني كروس مرة ثانية لبيلينغهام، بيلينغهام في المراوغة، بيلينغهام مازال خطأ. يا لايمير ليس هنا، يا لايمير ليس هنا. الأخطاء ترتكب على بيلينغهام أي نعم، ولكن بعيدة وليس هنا. توني كروس يستعد رودريجو لتنفيذ هذه المخالفة. توني كروس ومانويل نوير الألمانيان في مواجهة عن بعد. توني كروس ومانويل نوير ورودريجو، رائعة، الروعة كانت من نوير بعد روعة رودريجو. يا سلام، تسديدة صاروخية. نوير يستعيد شبابه ويبدع ويتألق ويتميز وينقذ البايرن. نوير وين رايح؟ الكرة عرضية من هنا توصل مباشرة لفيردون ميندي مع فينيسيوس جونيور. هاي صعبة فينيسيوس جونيور، راح الغول فينيسيوس جونيور، أرضية. الريال لن يسجل والبخاخة تعمل عملتها من هنالك مع أنشيلوتي. هاي اللعبة وهاي الكرة مرة ثانية الحظ يحالف نوير. يا فينيسيوس ماذا تفعل بكيميش؟ يا فينيسيوس ماذا تفعل على الجهة اليسرى؟ الفعلة الكبيرة ضيعها اللاعب رودريجو ويضيع حدود بيلينغهام. طلق الصغير جمال موسيالا يا جمال. جود بيلينغهام، فينيسيوس لازم له 3 ولا 4، لازم له 5، لازم له 6، لازم له 7. فينيسيوس جونيور هذه مواجهة بين الريال ونوير. جونيور بوم. الريال لن يسجل لأن نوير حاضر وجاهز وموجود في هذه المباراة. حاول بكل الجهات وبكل الطرق
الطرق والسبل والوسائل واللاعبين، لكنه لم يقدر امام نوير. وصلت لفينيسيوس جونيور، هذا الساحر، هذا الباهر، ساحر فينيسيوس ولمسة يد. نعم، ساحر فينيسيوس يفعل، يعبث بدفاع بايرن ميونخ. كرة في المخالفة، توني كروس، صعبة للريال، الدقيقة العشرين. هل حان الموعد؟ توني كروس ونوير، زادت الخطورة، ماتشو ضيعها، ولروسان يستلمها، توصل لفيدريكو فالفيردي، توني كروس مرة ثانية، كروس العرضية، بابا كارفاخال، ديفيز خطيرة، يرجع للخلف، يلعب لجمال موسيالا، التسديدة، موسيالا من هنا، وفينيسيوس جونيور من هنالك، لونين من هنا، ونوير من الناحية الثانية، أو جمال موسيالا من أمام كارفاخال. يجد من هنا بيلينغهام، فينيسيوس جونيور راح الخطر، جونيور ما زال جونيور يرجع للخلف، فالفيردي على الجهة اليمنى، من هنالك لكارفاخال، يا رودريجو، جمال موسيالا هرب، انطلق موسيالا، يلعبها من هنا في اتجاه هاري كين يغير تماما لألفونسو ديفيز، يلحقها، هاي صعبة، التسديدة، جول، ألفونسو ديفيز، جول، صعبة، جول يفعلها الكندي، جاء من مونريال، مر عبر بيونيخ، وصل إلى مدريد، لم يفهموا شيئا، فعل ألفونسو ديفيز وسجل جول. هكذا هو التغيير وإلا فلا، هكذا هو الخيار وإلا فلا، فعلها توخيل، أدخل ألفونسو ديفيز مكان جنابري، التمريرة كانت من كاين، استلمها ألفونسو، عندما يأتي هكذا تأتي الخطورة، ديفيز بوم في الزاوية اليمنى، جول. البايرن يفعلها في مدريد، ألفونسو ديفيز يهز الشباك باليمنى في الزاوية البعيدة، جول للبايرن، 0 للريال. أو يتحدث عن ذلك، ركنية للوكا مودريتش، من هنالك على يسار مانويل نوير، أرضية، جول. هذا هو الريال، إلا إذا كانت في وضع تسلل، يعدل ريال مدريد النتيجة، وتعود الروح إلى أرضية الميدان، إلى المدرجات، إلى النفوس، إلى العقول، إلى قلوب المدريديين خفقت عندما سجل البايرن، وهي تخفق مرة ثانية فرحا بهدف التعديل. لا أدري حتى من سجل هدف التعديل، المهم أن روح الريال هي التي عدلت النتيجة بعد هذه الكرة يا مانويل نوير. 1-1 صارت النتيجة. هل فعلا 1-1 أم أن في الأمر إن يبقى يوشوا كيميش ساقط على أرضية الميدان؟ الحكم البولندي، هاي الإعادة مرة ثانية، هاي الركنية، هاي العرضية، هاي الكرة، لا جول ما فيه ولا غبار. ناتشو ضربت في مدافع البايرن، إلا إذا احتسب الحكم خطأ هنا لصالح يوشوا كيميش. ما ترددش الحكم، راح يصفر خطأ، لم يتردد ويعلن خطأ. نعم، لم يتردد البولندي ويعلن خطأ. دفع من يوشوا كيميش على مدافع البايرن، شجاعة كبيرة عند الحكم البولندي. إبراهيم دياز يدخل في هذه اللحظات، خرج فيدريكو فالفيردي، ويدخل خوسيلو كذلك في تشكيلة فريق ريال مدريد. كيميش في الركنية، يرفع الركنية كيميش، وخطيرة، الحكم يعلن خطأ لليونين بعد الراسية هذه من كيم مين جاي، ضربت في العارضة الأفقية ورجعت. كان استلمها جمال، دخل موسيالا، جمال موسيالا كين بابا موسيالا وكين، ضيع القاتل وضيع الهدف الثاني. هاري كين، ها جمال موسيالا يتوغل ويدخل يمررها لهاري كين من امام ماتشو، كورتو تضرب في الشباك الصغيره وتخرج ضربه مرمى لصالح الحارس لونين. رجعت لابراهيم دياز مره ثانيه، ميلر تفوق، ميلر انطلق، ميلر هرب، ميلر راح، ميلر الالمان انتفضوا، خرجوا الالمان. الفونسو ديفيز، لايمر خطيره، بافلوفيتش،
وعودة لوكا مودريتش. شفتوا كيف خرجوا الألمان، كيف هجموا الألمان، كيف انطلقوا الألمان في هجمة معاكسة. تعبوا اللاعبين الإسبان وتعبوا الألمان. مودريتش من أمام لايمير هذا عنده زوج قلوب وعنده 3 رؤوس وعنده 4 أرجل. هذا لا يتوقف. روديغر جونيور. تذكروا عندما قلت لكم بأن الريال لن يسجل بكل هذه الفرص وهذه الكرات وهذه اللعبات وأمام مانويل نوير. ريال مدريد غاب عنه التوفيق في هذه المباراة بعد عام 2020 مع باريس بالذات وعام 21 مع الريال. وانطلق من فينيسيو جونيور. غسلوا ريال مدريد بالروح يعود، ريال مدريد بالقوة يعود، ريال مدريد بجمهوره يعود. الريال يعدل في الأنفاس الأخيرة في وقت كنت أتحدث عن توخيل، لا توخيل ولا أنشيلوتي. المدريد ومدريد وخوسيلو يعدل النتيجة للريال في اللحظات الأخيرة، في 3 دقائق الأخيرة يعود الريال. هاي الكرة وهاي اللعبة، وصلت لجود بيلينغهام، لعبها لفينيسيو جونيور. خوسيلو ينقذ الريال ويعدل النتيجة في 3 دقائق الأخيرة. قلنا زمان ونعودها، هذا الريال ب7 أرواح، هذا الريال ظاهرة، هذا الريال هوية، هذا الريال سحار، هذا الريال من عالم آخر. هذا الريال مش ممكن أنه يكون فريق مجرد فريق تاع كرة القدم. بافلوفيتش كرة ممتازة لكيميش مزراوي. نصير مزراوي كرة بعيدة. هاجوا اللاعبين تاع الريال، خرجوا نفس آخر، خرجوا روح أخرى، وخرجوا أشياء لا يمكن أن تكون في نفوس لاعبين آخرين يصعب فهمها. لأنه لما تلعب في الريال تلبس قميص وتلبس معه هوية وتلبس معه تاريخ وتلبس معه قوة وروح عالية بدعم جماهيري لم يتوقف ولن يتوقف تماما. هلا مدريد بطاقة صفراء لتوخيل. ضيعت البايرن اليوم. داير ضيعتها. خطيرة فينيسيو جونيور ضيعتها. وما زال خوسيلو بابا إبراهيم والدفاع. يا له من ريال، يا له من مباراة، يا له من نهاية، يا له من أجواء، يا له من نصف نهائي. هكذا كاد يفعل الريال، كاد يقضي على البايرن في الأنفاس الأخيرة بعد أن عدل، كاد يضيف الهدف الثاني. خوسيلو وإبراهيم بقوة، والدفاع إريك داير يصدها ويخرجها للركنية. لا يفعلها الريال. روديغر وصلت فينيسيو جونيور. ناتشو روديغر. وضعية تسلل وإلا كان سيتوقف قلبي تتوقف قلوب عشاق البيان، ويتوقف قلب توخيل، ويتوقف حتى قلب كارلو أنشيلوتي. لأنه وين كان وين صار، كان مقصى وصار متسلل. لا المزة لسه ممكن كسر الوضعية كيميش. 7 دقائق بقات على نهاية الوقت بدل الضايع. 1-1 بين الريال والبايرن. جول. ماله حل ريال مدريد يسجل الهدف الثاني في الأنفاس الأخيرة. نصير مزراوي كاد يسقط. مانويل نوير لم يفهم شيئا. حكم المباراة يحتسب هدف ثاني للريال. فعلها المدريديون، فعلها الريال، فعلها أنشيلوتي. جاء الجول الثاني من خوسيلو يسجل ثنائية ويسمح للريال بالتفوق وممكن بالتأهل قبل 7 دقائق على نهاية المباراة. بطل هذا الزمان اسمه الريال، ملك الإسبان.
الوطن والعالم هو الريال. يستحق كل مدريدي أن يفتخر بمدريد، يفتخر بالريال وبخوسيلو، ويفتخر بلاعبي الريال الذين يعودون بهكذا الشكل أمام هكذا فريق من حجم البايرن. خوسيلو عدل، خوسيلو سجل هدف الفوز. ريال مدريد يتوجه نحو التأهل إلى المباراة النهائية. يشوى كيميش والكرة البعيدة خطيرة 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 بالراس، التغطية دفاعية والحكم أشار إلى وضعية تسلل. نعم أشار الحكم وضعية تسلل من هنالك، وضعية تسلل 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 تسلل. فيها إن لازم نرجع للتقنية هنا، نرجع للغرفة. فيها إن لا إن ولا أخواتها. الحكم يقول في وضعية تسلل، صفرها قبل ما يسدد اللاعب، قبل ما يسجل اللاعب الهدف. خلص الكلام، ريال مدريد يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة 18. شفنا فرحة تيبو كورتوا، خوسيلو الكل يذهب إليه لأنه كان صاحب الفضل، صاحب الثنائية التاريخية بالنسبة لريال مدريد. أقل ما يمكن أن يقال أن ريال مدريد هذا ب7 أرواح.